كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول المدارس، وبالمناسبه دي احب اقول لكل ام ربنا يخليكي ليهم ويعينك ويقدرك عليهم. وطبعا كلنا لازم نصحى بدري عشان نحضر سندوتشاتهم وفطارهم. ساعات بنصحى مش قادرين فاستكين، عشان كده انا بحب دايما اعمل كميه من السندوتشات واحطها في الفريزر، بطلعها بس مجرد ان هي تفك من غير مايكرويف ولا اي حاجه، بيبقى طعمها حلو جدا. السندوتشات دي عيش فينو وكمان محشي. الحشوه بتاعته جميله جدا ومفيده جدا ومغذيه جدا جدا. يلا بينا اقول لكم هتعملوها ازاي، هتطلع هشه ازاي وطريه ازاي، وهتقعد معاكي في الفريزر شهر كامل. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق المنخول كويس جدا، ومعايا كوبايه ونص من الميه، ممكن احتاج كوبايه وربع او كوبايه ونص حسب نوع الدقيق، ومعايا نص كوبايه من الزيت، معايا معلقتين كبار من الزبادي او علبه صغيره من الزبادي، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من عسل النحل، لو مش موجوده عندك حطي معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من لبن البودره او كيس صغير من لبن البودره، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. اهم حاجه هنا عشان الوصفه تنجح معايا انخل الدقيق كويس، والدقيق نفسه يكون جميع الاستخدامات او المعجنات. هجيب بقى كوبايه عندي واحط فيها نص كوبايه من الميه الدافيه وعسل النحل والخميره، واقلبهم كويس جدا عشان اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله وزي الفل. هجيب بقى الدقيق واحط عليه البيكنج باودر ورشه الملح ولبن البودره والزبادي والزيت، وشايفه الخميره فارت ازاي كده؟ تمام مية مية. انزل بالخميره نص كوبايه ميه كمان طبعا دافيه، واعجن كل ده مع بعضه كويس. هتلاقيها لمت معاكي وبقت زي الفل. انا عايزاها بتلزق سيكه سنه واحده بس تلزيق كده عشان العيش معاكي يبقى طري وزي الفل. لازم نفضل نعجن فيها لحد ما تبقى بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، عامله زي الاستيك، لينه جدا، بتلزق سنه صغيره كده. تمام قوي. اغطيها واسيبها تخمر. بقى ما العجينه بتاعتي تخمر اعمل الحشوه دي زي ما تحبي اللي موجوده عندك في البيت. انا بحب احط جواها خضار، يعني طماطم بس شايله قلبها القشر بس، بقدونس، فلفل، جزر، زيتون، طبعا كل ده متقطع حتت صغيره جدا، وهنزل عليهم ب4 معالق من الجبنه البيضه العاديه خالص، وبتبقى بالشكل ده. طبعا ممكن تحشي لانشون او جبنه رومي او جبنه شيدر الموجوده عندك او اللي ولادك بيحبوا. ممكن تقعد معاكي نص ساعه تخمير، ساعه، حسب طبعا انت سايباها تخمر فين. شايفين الجمال؟ ما شاء الله جميله جدا. هرش رشه بقى كده من الدقيق، تمام، رشه خفيفه، واعمل كده. بصي كده كوره صغيره خالص قد الليمونه الكبيره. لو انت حابه تكبري اكتر كمان تمام، بس انا بحب كده جدا. بتبقى معايا بالشكل ده، بغطيها واسيبها 10 دقايق كمان علشان تخمر، ونطلعها تاني بتبقى بالشكل. رشه بسيطه كده من الدقيق، واخد كوره كوره وبالراحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش محتاجين نشابه ولا اي حاجه، افرزيها كده واحده واحده. وتحطي بعد كده الحشوه اللي انت عايزاها. انا بحب الحشوه دي بجد يا جماعه، بتبقى حلوه جدا. وبالراحه خالص كده كده، واقفلي الجناب كده، لمي الجناب كويس. وهحط جواها جبنه مثلثات، وهلمها كده وهخليها كوره مدوره يعني. شايفين الجمال؟ وتدهنيها شويه زيت وانزلي بالسندوتشات بتاعتك. انا بحب اعمل اشكال مختلفه عشان الولاد ما تزهقش. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اسيبها بقى 10 دقايق كده ترفع كمان شويه، وفي الوقت ده اولع الفرن واجهز الطبقه اللي همسح بيها الوش. عباره عن ايه؟ 3 معالق من اللبن، وربع معلقه صغيره من النسكافيه العادي خالص او القهوه، واقلب كويس جدا، وادهن بيها بقى بالراحه خالص الوش عندي. بتبقى بالشكل ده،
ولو حابه تحطي شويه سمسم او حبه البركه او الاتنين مع بعض، انا بعزهم جدا. وادخلها الفرن اللي انا مسخناه، هدخلها على درجه حراره 200 على اقرب رف للقاع عندي. واول ما تحمر من تحت هطفي النار من تحت واولع الشوايه، واخلي بالي لا تتلسع، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه. بطلعها من الفرن بقى وبجيش ناحيتها خالص لحد ما تبرد. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، ريحتها تجنن في البيت وطعمها يجنن وسهله جدا وسريعه، مفيش احلى من كده. انا بعمل ايه لما تبرد خالص؟ باخد 2 واحطهم في كيس سندوتشات واربطهم كويس واحطهم في الفريزر، بتقعد معاكي لمده شهر. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، يعني اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في وصفات جايه كتير ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.